اركب عربيه كهرباء، اركب عربيه كهرباء، مفيش بنزين، مفيش صيانات، ده المستقبل. صدقني ده هو المستقبل، انك تركب عربيه كهرباء. الكلام ده كله صح، بس من البدايه اصلا محتاج حاجه تشجعك على انك تركب عربيه كهرباء، انك تدخل على المستقبل ده برجليك اليمين وانت مطمن على الاخر، وانت متشجع انك محتاج تاخد الخطوه دي. يوم الخميس اللي فات كنت معزوم في حفل اطلاق السياره جيلي جيومتري سي الكهربائيه الجديده من وكيلها الجديد ابو غالي. وبصراحه كده عندي كلام كتير جدا محتاج اقوله عن العربيه دي وعن ثقافه السيارات الكهربائيه في مصر عند الوكلاء اللي بيقدموا العربيات الكهربائيه في مصر. والفيديو ده مش هجوم على حد، واتمنى ما حدش يزعل منه، هو ولا هجوم على العربيه الجيلي ولا هجوم على وكيلها ولا هجوم على اي حد من اللي شغالين في العربيات الكهربائيه. انا بس بتكلم في النطاق العام بتاع تقديم العربيات الكهربائيه في مصر عامل ازاي، والمفروض من وجهه نظري يكون عامل ازاي، او ايه اللي يحصل فيه. اللي بيشتري العربيات الكهرباء من وجهه نظري شخص من 3 اشخاص. اول شخص فيهم اللي هو شايف ان الموضوع حاجه روشه جدا، عايز يفرج اصحابه عليها، عايز يفرج الناس اللي حواليه عليها، عربيه مختلفه، حاجه من المستقبل، فلوس اصلا مش فارقه معاه قوي، مظهر اجتماعي كويس جدا، عربيه بتشد النظر، وايه ده عربيه ملهاش صوت ليه كده، والناس لما يوقفوه يقول لهم العربيه بصوا بتجري ازاي، الحاجات الحلوه الجميله اللي احنا بنشوفها دي. وغالبا النوعيه دي من الناس يا بتركب عربيات تسلا، يا بتركب عربيات من مرسيدس وبي ام دبليو الحاجات المشهوره، او بورشه، يا اما بيركبوا عربيات من ماركات صيني بس حاجات مختلفه قوي يعني. في النوع الثاني اللي هو شايف ان ده فعلا المستقبل، وان العربيات الكهربائيه ليها مميزات كتير، فبالتالي بيوزن الميزان ما بين المميزات كده، بس مستعد ان هو يضحي شويه في مقابل انه يركب العربيه الكهرباء ويعيش التجربه المختلفه دي، اللي هم بيقولوا عليهم الايرلي ادابترز، الناس اللي بتحب تركب على اي ترند جديد وتجربه وتبقى من اوائل الناس اللي وصلت للتحول الجديد ده. ده النوع الثاني. والنوع الثالث الشخص العادي جدا، واللي المفروض كل الناس تركز معاه، واللي هو بيبني القطاع الكبير من سوق السيارات في اي حته مش بس في مصر. الشخص اللي بيدور على التوفير. لو انا جبت عربيه كهرباء وجبت عربيه بنزين، مين فيهم هتديني توفير اكتر؟ مين فيهم هتديني تجربه احسن؟ هل فعلا لو انا وفرت البنزين والصيانات والزيوت وكل القصه دي وركبت عربيه كهرباء على المدى الطويل هوفر ولا لا؟ وده قراره مبني بس على حته مين فيهم احسن لي على المدى الطويل، بغض النظر بقى عن المستقبل والكوكب والقطبين والدببه وكل الحاجات التانيه دي. طيب وليه بقول لك ركز قوي مع الشخص الثالث ده؟ لان الاولاني ده اصلا مش فارق معاه بقى ان الوكلاء قدموا عربيات، ان السوق جه عربيات رخيصه فيه، هو في الاخر بيشتري عربيات محتاجها لمظهر اجتماعي معين ولتجربه معينه، فده اصلا بره الحسبان خالص، مهما انت عملت له هو مش هيبص لك اصلا يعني. الشخص الثاني ما بيبنيش قطاع كبير من السوق، دايما الايرلي ادابترز دول ناس قليلين شويه، فما يبنيش عليهم المنتج بالكامل. الشخص الثالث ده هو الشخص الوحيد اللي المفروض تبني عليه الدراسه بتاعتك وتبدا تقدم المنتج في السوق عشان تستهدف الشخص ده وتعمل مبيعاتك من عند الشخص ده. الشخص ده بقى محدش باصص له خالص في قصه عربيات الكهرباء دي، ومركون على جنب تماما، بالرغم ان الخطاب كله بتاع عربيات الكهرباء موجه ليه، الا ان هو في الاخر فعليا مش مستفيد اي حاجه من القصه اللي بتحصل دي كلها. طيب في البدايه كده جيلي جيومتري سي عربيه كومباكت كروس اوفر، عربيه فيها 200 حصان قوه، 310 نيوتن متر عزم، متقدمه بنسختين المدى بتاعهم حسب الارقام الرسميه هو 400 و550 كيلو متر، والعربيه متقدمه بفئتين اسعارهم هي 37 و39 الف دولار. بالدولار، العربيه مش موجوده في السوق، موجوده في المنطقه الحره وتشتريها بالدولار وتسعيرها رسمي بالدولار. وقصه الدولار دي يعني هنتكلم عنها في قصه، او مش عارف اتكلم عنها ولا لا يعني، بس هي محتاجه قصه ثانيه لوحدها خالص نتكلم عنها، فهتجنبها دلوقتي. خلينا بس نتكلم الاول في موضوع العربيات الكهرباء في حد ذاتها. العربيه الجيومتري سي اللي هي رسمي بتمشي 550 كيلو، ده الرسمي يعني، الواقع هيبقى اقل من كده بشويه حلوين. العربيه دي سعرها بعد رسوم المنطقه الحره والحبشتكنات دي كلها هتقف بحوالي 1,350,000 جنيه. ده بالظبط تقريبا نفس سعر العربيه زي الكيا سبورتج الجي تي لاين او الجي تي مش عارف ايه، اللي هي اعلى فئه في السبورتج يعني، لو انت برضه هتشتريها من المنطقه الحره بالمناسبه يعني، ده التسعير بتاعها لو هتاخده برضه بكل المصاريف والحاجات دي. فبالتالي انت بتقارن ما بين عربيه كومباكت كروس اوفر وكومباكت كروس اوفر، واحده بنزين وواحده كهرباء، فلو انت بتشتري في الحته دي فانت قدام الخيار المثالي انك تقارن ما بين عربيه بنزين وعربيه كهرباء. طيب وبما ان الشخص عامه اللي بيشتري عربيات هنا بيبص العربيه بالكيلو وبيشوف دي حجمها قد ايه ودي حجمها قد ايه، فالحقيقه ان الجيومتري سي تتقارن اكتر بالاكسيد والستروين السي 4 والحاجات دي، ما تتقارنش قوي بالفئه الاكبر شويه في الابعاد زي السبورتج من العربيات الكومباكت. فبالتالي انت لو بتشتري هتبص اكتر على حته
انا ممكن اجيب اكسيد ولا اجيب الجيومتريك، لان السبورتج كده كده عربيه اكبر بكتير من العربيه الجيومتريك، فغالبا هيبقى المقارنه خسرانه يعني. وهنا هيجي السؤال المهم، هو انت تدفع في عربيه بنزين 900,000 جنيه اللي هي برضو منطقه حره بالمناسبه يعني، ولا تدفع في عربيه كهرباء 1,350,000 جنيه؟ وفين بقى التوفير في الحته دي؟ انا عايز حد يشاور لي عليه، يعني عايز حد يقول لي هنا التوفير. في تقريبا بنتكلم في 400,000 جنيه فرق ما بين العربيتين البنزين والكهرباء، وانا مش عارف التوفير واقع في انهي حته في النص بالظبط. انا مصاريف التشغيل اقل مش قوي برضو، يعني العربيات الكهرباء دلوقتي بتصرف شحن كهرباء، انا واخد ضمان، وده اهم حاجه دلوقتي في العربيات الكهرباء. ولكن في الاخر مين المستهلك اللي انا اقدر اقنعه، او مين الشخص اللي انا اقدر اقنعه ان هو يدفع 400,000 جنيه زياده في عربيه كهرباء عشان اقول له ان انت هتوفر؟ هيوفر ايه بالظبط؟ على الجانب الاخر الحقيقه ان السوق اتملى عربيات كهرباء من بره الوكلاء، عربيات اللي شغاله بالاستيراد الشخصي او للشركات اللي بتستورد عربيات كهرباء، ودي كلها عربيات فيها مغامره كبيره جدا في فكره انها ملهاش ضمان عند الوكلاء هنا في مصر. العربيه لو لا قدر الله حصل فيها اي مشكله فانت والنجوم وهواك. صحيح في ناس في مصر شاطره شغاله في الصيانه في العربيات دي، ولكن في الاخر هو مش وكيل، هو هيعالج لك المشكله مقابل فلوس. لكن ان وكيل يبقى العربيه بتاعته ولو حصل فيها اي مشكله في عيب صناعه انت هتروح تطالبه بالضمان، ده مش موجود دلوقتي. وده اللي مخلي عربيات الكهرباء ريسك الى حد كبير انك تجيبها من بره موضوع الوكيل. فانت لو هتجيب عربيه من وكيل كسبان جدا حته الضمان، بس مقابل ايه؟ في وقت من الاوقات الناس في العربيات البنزين كانت بتستغنى عن الضمان خالص مقابل انها تجيب عربيات خليجي او عربيات مستورده من بعض الموزعين، في مقابل ان انا كده كده عارف ان العربيه دي مشاكلها قد ايه وممكن يحصل فيها ايه وحاجاتها متوفره في السوق، فانا هستغنى عنها. وعشان كده عربيات الاستيراد دي كانت ناجحه في الموديلات المنتشره زي سيراتو الانترا والحاجات دي، يعني لان انا في الاخر عارف العربيه اولها فين واخرها فين، ولو حصل فيها مشكله مش محتاج الضمان قوي، هجيب العربيه عادي. عربيات الكهرباء الوضع فيها مش كده قوي، لانها فيها مشاكل بتحصل ممكن ما تعرفش تلاقي لها حل هنا قوي. احنا لازال خبرتنا في الموضوع قليله الى حد كبير، والصناعه كلها اصلا بتاعت العربيات الكهرباء لازالت جديده. فعربيات زي الجيومتري فيها ميزه مهمه جدا، انها متقدمه من وكيل، وانها معاها ضمان، وانها مضمونه، وان لو في اي مشكله فيها هتعرف ترجع لحد وتاخد حقك وتحافظ على قيمه العربيه اللي انت دفعتها. ولكن القرار الاساسي في الاول ان انت اصلا تسيب البنزين وتروح للكهرباء ما بقاش موجود، وما بقاش فيه الحافز اللي يخليك تنط النطه دي. فنرجع لنقطه الصفر تاني، هو ايه استراتيجيه تعامل وكلاء السيارات في مصر مع العربيات الكهرباء؟ المفروض من وجهه نظري المتواضعه، يعني لو احنا عايزين الشخص الثالث ده يبص على عربيه كهرباء، انت كوكيل، وخاصه انا بخاطب الوكلاء اللي عندهم ماركات صينيه، تدور في دولاب العلامه بتاعتك على عربيه صينيه يكون صغيره، سعرها رخيص، مدى القياده بتاعها لا يتعدى 200-300 كيلومتر، لان هو ده المدى الطبيعي بتاع شخص بيتحرك يوميا جوه المدينه، والعربيات دي مش معموله للسفر والمسافات الطويله، هي معموله للتحرك اليومي جوه المدينه. والعربيه يكون سعرها حنين وتعرف تظبطها، ويا سلام لو تعرف تجمعها في مصر، وده اللي هيشتغل معاك، وده اللي فعلا هيغير ثقافه عربيات الكهرباء ويخلي الناس تتشجع انها تشتري عربيه من عندك، ويبقى فعلا شايف ان هو هيوفر فيها. وانا بقول لك الكلام ده ليه؟ عشان الحرب بتاعت الشركات كلها رايحه في حته ان عربيه تبقى المدى بتاعها طويل وفيها تكنولوجيا بطاريات رهيبه وعربيه فخمه وحجمها كبير، وانت محتاج تمشي عكس التيار ده في انك تشوف عربيه اقتصاديه بمدى متوسط او اقل من المتوسط يناسب الاحتياجات اليوميه، ويخلي المستهلك اللي ما عندوش عربيه يفكر يجيب عربيه ملهاش مصاريف تشغيل، والمستهلك اللي عنده عربيه وعايز يحافظ عليها وعايز يوفر فلوس يجيب عربيه تانية صغيره زي العربيه دي يتحرك بيها يوميا. وثالثا الناس اللي عايزه تخوض التجربه بس قلقانه منها وشايفه ان العربيه دي سعرها حنين ورخيص هتجيبها. حضرتك محتاج ببساطه تطلب دعم من الشركه بتاعتك اللي بتبيع لك العربيه بره، وتحاول تقنعهم ان دي ثقافه جديده وده وضع جديد على السوق، ومحتاجين ان احنا نشجع الناس انها تخش في الثقافه دي. ووقتها لما تكون انت الشخص البايونير اللي جاب الموضوع ده وفتحه في مصر وتبنى الثقافه دي عشان يقدم العربيات دي بالشكل اللي انا بقول لك عليه في مصر، هتحقق ارضيه كبيره جدا، هتحقق مبيعات كويسه جدا لما السوق يتعافى، وهيبقى عندك الاساس اللي انت تبني عليه بعد كده العربيات تانية اغلى وعربيات تانية بطارياتها اكبر والكلام ده كله. وبالمناسبه دي مش حاجه بقول لك عليها كتوقعات، يعني دي حاجه حصلت بالفعل مع علامه مثلا زي ام جي. بعد ما كانت العربيات الصينيه في مصر مضروبه ما كانش ليها اي اسم خالص، ام جي قدروا ان هم يبنوا اسم قوي جدا، بقى متصدر العلامات الصينيه كلها في مصر، بقى في ثقه كبيره جدا من المستهلك، الناس بقت تقول عربيات الصيني حاجه وام جي حاجه ثانيه. وحاليا ام جي بقى لها سنين بتحصد النجاح اللي هم بنوه مع ام جي في البدايه ده. نفس القصه دي هتحصل في عربيات الكهرباء واكتر من كده كمان. فبالاخر هتقدر تقدم عربيه مناسبه للاحتياجات اليوميه 200-300 كيلو مدى بالكتير جدا، بتتشحن مرتين في الاسبوع ولا 3 مرات بالكتير حسب المشاوير اليوميه،
وعربيه سعرها كويس وحنين وعربيه تتقدم بشكل منطقي للسوق ان هي عربيه موفره وتجربتها حلوه، اهلا وسهلا. غير كده اي عربيه تانية هتطلع بره الاطار ده، لا هتبقى حصلت بلح الشام بتاع العربيات الغاليه جدا والجامده جدا اللي عايز يركبها النوع الاولاني بتاع المظهر الاجتماعي، ولا عنب اليمن بتاع الشخص اللي بيدور على عربيه موفره منطقيه في وسط العربيات البنزين فيشتريها. فيا تبقى ليدر في الحته دي وتقدم الخطوه دي، يا هتبقى واحد من ضمن المنافسين اللي بيحاولوا يلاقوا مكان في السوق وياخدوا اي حصه منه. بس كده، ده كلام كنت عايز اقوله على عربيات الكهرباء الفتره دي، واللي انا شايفه من تقديم الوكلاء العربيات دي. الناس اللي قدمت عربيات كهربائيه في مصر بشكل رسمي الفتره اللي فاتت زي BMW وبورشه والناس دي، عارفين هم بيعملوا ايه، قدموا عربيتهم للزبون بتاعهم الاولاني وشغالين كويس جدا في الحته دي وما عندهمش اي مشاكل. لكن الازمه في الجنب الثاني من الناس اللي بتحاول تقدم عربيات منطقيه للسوق، ولكن الحقيقه هي غير منطقيه بالمره. بس كده، بستنى اسمع رايكم في الكومنتات تحت في الموضوع ده. ايه رايكم وايه اللي المفروض يحصل في العربيات الكهرباء اللي بيقدموها الوكلاء في مصر بشكل رسمي؟ سيبكم في الكومنتات.